بلاش نشوه صورة الاب قدام ولادنا حتى لو كنا مجروحين. يا صباح الجمال، يا مساء الجمال، ايا كان التوقيت اللي بتشوفوني فيه. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت كلنا ندعي لكل ام فقدت ابنها او بنتها. ربنا يرحم انس ابن الدكتوره سمر ويصبر قلبها ويربط على قلبها يا رب. حقيقي اصعب ابتلاء ممكن يمر على ام هو فقدان طفلها، حقيقي بجد. فربنا يرحم كل طفل وطفله بيموتوا دلوقتي ويجعلهم عصافير الجنه ويجعلهم شافعين لابوهم وامهم. طيب، موضوع النهارده هو موقف حصل معايا بالفعل، تمام؟ يعني مش هقول حاجه غير من ارض الواقع. جاتني مكالمه النهارده من مامي وبتشتكي لي كالعاده من ابنها. ابني عنيد، ابني سلوكه زفت، ابني بيشتم صحابه، ابني عصبي، ابني بيكلمني بصوت عالي وي وي وي. وفي وسط الكلام والمغمغه دي كلها هوبا سمعت كلام سيء جدا وهي بتشتم بابا وعماله تقول كلام صعب. حقيقي كان كلام صعب. فالمهم انا سكت شويه كده، فبقول لها ممكن اسالك سؤال؟ هو الولد جنبك؟ قالت لي اه جنبي مرزوع اهو. قلت لها وانتي بتتكلمي كده على بابا؟ قالت لي اه. حقيقي هو قبل ما يكسر صورة الاب هو كسر الطفل نفسه، كسر الولد نفسه. طيب انا عايزه اقول نصيحه خديها مني والله، يعني انا عن نفسي بعملها في حياتي وواثقه ان انا بعملها. نصيحه لكل ام. اولا حتى لو انتي مجروحه، حتى لو انتي زعلانه، حتى لو انتي مطلقه، ايا كان اللقب، ايا كان المشاعر اللي انتي فيها، ما ينفعش تهدمي صوره الاب قدام ابنك او بنتك. ليه بقى؟ لان الطفل ده هيكبر وهيحتاج لاب ليه، هيحتاج لقدوه ليه، هيحتاج لحد يحسسه انه فيه حد منه فيه ليه، هيحتاج لسند، هيحتاج لامان، هيحتاج لصورة الاب في حياته. حتى لو انتي عشتي مع حد تاني، حتى لو انتي فضلتي لوحدك، تأكدي ان الاب مهما راح او جه، حتى لو هو ما بيسألش، حتى لو هو ما بيصرفش، حتى لو هو مش قايم بدوره، دي مش بتاعتك. والله العظيم دي ما بتاعتك، لان ربنا هو اللي بيحاسب. ولو ايقنتي الجملة دي هتعرفي بجد 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 ان انتي ام وتستاهلي كل حاجة حلوة، وان انتي لازم تعملي اللي عليكي. لو انتي ام سوية صدقيني صدقيني هتقدري تعملي كده مع ابنك، لو انتي فعلا شايفة ان ابنك يستاهل. وفي الاول وفي الاخر احنا كأمهات هنحتاج للابهات دي، لان في حتة منهم معانا، فطبيعي. فلازم تكون صورة الاب دي يكون سوبر بابا، سوبر مان. ليه؟ لان هتيجي مرحلة على ابنك فعلا هيحتاج لوجود راجل في حياته، ومش هتشوفي اكتر من الراجل ده. والراجل ده لو شافك انت بتحترميه بعد فراقكم او بعد غيابكم او حتى لو معاكي في بيتك، طبيعي هيحترمك. لو هو فعلا شخص محترم يعني طبيعي هيحترمك بمجرد ان انت بتكبري صورته قدام ابنك. تمام؟ نفسية ولادنا تستاهل، والله ولادي وولادكم يستاهلوا ان احنا نعمل عشانهم كده. حتى لو ما كنتيش زوجة معاه كويسة، فانتي ممكن تكوني ام صالحة لابنك او بنتك. احنا مش دورنا ان احنا نزرع كره، احنا دورنا احنا كأمهات ان احنا نزرع الامان. قربي ولادك من ابوهم، وقربي ولادك من اهله، وخليهم يكلموا بعض. وافتكري دايما ان انتي بتعملي كده لوجه الله فقط لغير. اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد هزغرط لكم والله، بس لولا ما الدنيا ليل يعني. هتسمعي كلام كتير جوي 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 والله، بس مالكيش دعوه. المهم انتي نيتك ايه من جوه. نيتك خير، تأكدي ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيديكي غير الخير. ولادكوا امانه وحقهم ان هم يستحقوا افضل صوره واحسن صوره. دمتم طيبين، ولو الكلام لمس قلوبكم بليز 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 سبسكرايب وشير للقناه عشان تكبر بقى، ونشجع بقى ان احنا نعمل ايه فيديوهات تاني. اوكي، اشوفكم على خير.